من جديد أرحب بكم مشاهدينا. فيما يراه كثيرون بأنه حلم تأخر كثيرا، بدأت مصر في وضع اللبنة الأولى لدخول عالم الطاقة النووية. فاليوم غادر مصر مكتب وارلي بارسونز الاسترالي الاستشاري العالمي للمشروع النووي المصري بعد زيارة الموقع برفقة خبراء هيئة المحطات النووية للاطلاع على الموقع والتحديد المنشآت التي سيحتاجها والمفاعل النووي والأجهزة التي سيتم شراؤها، بالإضافة إلى تقرير الحالة الحالية وإعادة تحديثه للبدء في المشروع النووي. مصر تدخل عالم الطاقة النووية متى وكيف؟ أسئلة يجيب عنها الدكتور مهندس محمد النشائي، عالم النانو تكنولوجي والطاقة الذرية. ورحب بحضرتك معنا دكتور، العالم الكبير طبعا. الله يخليك. دكتور، يعني تأخر كتير مشروع الضبعة، يعني من سنوات وتم الإعلان عنه، ومصر كان عندها القدرة أنها تدخل عالم الطاقة النووية من سنوات كثير وفقا لما يراه كثير من العلماء ولكن الأمر كان يحتاج إلى قرار سياسي. هل ترى أننا الآن يعني نمتلك القدرة على اتخاذ قرار بمثل هذه يعني الأهمية أنا عجبني في سؤالك الحقيقة إنه بيوري إزاي إن المنظومة كلها مربطة في بعض. شوف أنت اتكلمت على قرار، لما تتكلم على قرار تتكلم على وعي ووضع سياسي وعلى قوة عسكرية وقوة سياسية. ومن أهم الحاجات اللي حصلت في تاريخنا كله، صحيح يعني مش مبالغة أو مجاملة دلوقتي لأن أنا نصي سعودي تقريبا، قرار وزير خارجية المملكة العربية السعودية إنه مش عايز يبقى في مجلس الأمن وياخد المقعد. ده بيأثر على هذا القرار. الحاجة اللي هي بتخليني أشعر المرة دي، أنت تعرف بالنسبة لي أنا ولو أتكلم بلغة يعني عامية مصرية سميحة، إحنا في MBC مصر. MBC مصر، لأن لغتي الحقيقة العربية مش على المستوى المطلوب. وأنا كمان يعني هتخلى عن اللغة العربية وهتكلم مع حضرتك. الحقيقة من كتر ما انا عندي 70 سنه، يعني لازم تخلي بالك ايه، سمعت الحدوته دي لما انا امسك مراتي الحقيقه هي المسؤوله عنها. ربنا يديك الصحه. 70 سنه انا بسمع القصه دي، وكل مره وما رايك في الانجاز العظيم للحكومه الجديده انها قررت مش عارف ايه وايه وايه، ما عدتش بصدق. حاجتين بس اللي مخلاني ايه، يبقى عندي امل، وعندي المره دي يظهر انها هتكون جد غصب عن عين اللي طول عمرهم مش عايزين مصر تبقى قوة نووية سلمية. وهو قرار المملكة العربية السعودية تعضيد مصر. قرار المملكة العربية السعودية ما تقبلش المجلس بتاع الأمن ده اللي بيدوها لها زي ما تكون هدية، هي أكبر من كده. ووجود ناس أنا أثق فيهم أكتر ما أثق في نفسي، دي الأول مرة، لأن أنا عندي ثقة فظيعة في نفسي لا تلم على التواضع يعني. وهي الجيش المصري والمتحدث باسم الجيش المصري فعلا كعمل، مش متحدث يعني مجرد الحديث، وهو سيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي. دول القائد ده قائدي أنا متطوع. أنا متطوع لقائدي أنا، يعني لو أنا أقول لك أي حاجة وهو يطلع ده يقول لي يا محمد ده غلط، هقول له ايوه. انا عمري ما قلت ايوه. حتى في السعوديه رئيسي معالي الدكتور صالح بن عبد الرحمن العازل، اعظم علماء المملكه العربيه السعوديه بلا شك، يعني كان دايما يقول لي اجمل حاجه فيك يا محمد انك عمرك ما بتقول دايما اقول دايما لك راي. فالحقيقه دول الحاجات اللي ملاني، لكن الكلام واللغط اللي تم وحكايه الضبعه ومش الضبعه، يا حبيبي انا محتاج ل 24 محطه في حوالي 20 سنة. تفضل تقول لي حطها في الضبعة، تحطها مطرح ما تحطها وتخلصنا. للأسف، واللي عايز أعرفه، وأنا على فكرة في مقالة في الزمان العراقية يبدو هم اللي رضيوا يعبروا عن رأيي بمنتهى الصراحة. يعني حضرتك في المقالة يعني في شوية إشارات إنما بتشير إلى الضغوط السياسية الأمريكية على مصر لعدم إتمام هذا لا بس لازم تعرف بقى في حاجة. دول نوعين من ضغوط، ودي المجتمعات الحرة اللي احنا بعقليتنا المبسطة لأسباب حياتنا المبسطة ما بنعرفهاش. في شركات في أمريكا هتموت عايزة تبيع محطات لمصر، لأن دي فلوس بيزنس. There's no business like show business. بس يعني ولكن هناك لوبيز
مصممه ان ما يتبع لناش محطه، واحنا في الحدوته دي باشكال مختلفه، مره عشان جمال عبد الناصر ده مش عارف ايه ده الفرعون الاحمر، ومره لان السادات مش عمل صلح مع اسرائيل. إيه يعني الحاجه وعكسها تتخذ كحجه عشان ما نبقاش. والمنظمه بتاعت النفاق النووي اللي هي موجوده في فيينا، انا اسف، هي اسمها المنظمه العالميه للرقابه النوويه، انا بسميها النفاق النووي، المنافق العالمي في فيينا. الله، بلد عندها 500 راس نووي، مش هقول اسمها عشان عيب، فانا مش هقول انا مؤدب. هو في دوله ما اسمها عيب؟ اسمها والله الدوله دي بالذات اسمها عيب. ليه؟ فالجار المشاكس ده اسرائيل. متهيألي الذاكره مش سافعه. 500 راس نووي ومفيش دوله عربيه عندها محطه نوويه. انا مش هكذب، انا مش خايف. احنا دوله اولا عندها ثقه في نفسها قوي قوي قوي. مصر قصمت ظهر مشاريع اجراميه للشرق الاوسط كتير في المده الاخرانيه بالذات، لكن الخط ما بين الطاقة النووية السلمية والطاقة النووية الغير سلمية خط وهمي طبعا، بس احنا مش ناويين نعمل أي حاجة غير سلمية، احنا محتاجين لطاقة. صحيح. ما تعطلوناش أكتر من كده. الضمان الوحيد للدولة المشاكسة اللي جنبنا إنها تعيش في سلام إن احنا نعيش في رخاء. صحيح. الفقر يجيب الجهل، الجهل يجيب التطرف، التطرف يخلق حروب ملهاش لزوم خالص. صحيح. احنا دولة سلمية. نعم. دكتور، حضرتك بتشوف انه يعني هناك الجديد في عالم الطاقه وهو الطاقه الاندماجيه، امن كثيرا من يعني الطاقه النوويه. لماذا وبما اننا نحن نبدا الان في يعني هذا التحول التكنولوجي، لماذا نبدا بالنووي وهناك ما هو افضل وهو متقدم اكثر؟ معك حق، الاندماجيه معك حق، لكن للاسف بقى الطاقه الاندماجيه، شوف انا بس هديكوا بس يعني نبذه. احنا الاول عملنا مفاعل ذري، مفاعل ذري انتاج الطاقه، وخدت مده طويله جدا لغايه ما اوبنهايمر وانريكو فيرمي في لاس الاموس حيثما كنت اعمل نجحوا في انهم يعملوا قنبله ذريه. يعني عملوا المفاعل بسرعه قوي. دي عباره عن ان انا باخد حاجه اسمها جسم النواة من الذرة عبارة عن الإلكترونات وحوالين النواة. النواة دي أفصمها، أقطعها، تقوم الطاقة اللي لحماهم تطلع، الغيرة يطلع. دي الطاقة الإيه؟ الانشطارية لأن شطرته. في حاجة بقى غريبة جدا، لما أجيب برضو حاجات جزيئات كده واجبرها على الرغم إنها عايزة تتنافر إنهم يتلزقوا مع بعض فتبظ منها برضو طاقة. الطاقة الانشطارية لها حد أقصى، بعد كده ينفجر المفاعل يبقى قنبلة. أما الطاقة الاندماجية ملهاش حد أقصى. ده زي ما ولع أنا في برميل بنزين، برميل ممكن يكون قد كده قد كده قد كده، لكن القنبلة الذرية دي أكبر من كده، تفرقع لوحدها من غير ما أفجرها. مفيش أشعة مضرة في الاندماجية دي. إشكال بس بسيط جدا. الاندماجية دي عرفنا نعمل منها قنبلة هيدروجينية، لكن لغاية يومنا هذا لم ننجح في أن نعمل مفاعل واحد. إذا جميل جدا لما يتغنوا يجي واحد برضو بالذات يعني كاتب ما يفهمش في أي حاجة خالص، مش هقول اسمه طبعا بعد المقدمة، بيكتب في مجلة أهلية مشهورة جدا برضو مش هقول اسمها، وبيخرف ويقول كلام من وحي جهله. يا حبيبي ما فيش مفاعل واحد اندماجي إلى يومنا هذا. على ما نعمل المفاعل ده وعلى ما يبقى رخيص ما فيه الكفاية عشان نشتريه، دي تاخد 20 30 40 50 60 100 سنة ويمكن ما يجيش خالص. إذن هذا الكلام كلام نظري بحت. وزي ما انت عارف الفيديو النهارده بتشتريه بكام؟ الفيديو حتة فيديو كده حاجه ما يعني مبلغ مش كبير قوي. ده زمان ايامي انا في السعوديه كنت اشتري الفيديو بماهيتي في 3 اشهر. الحاجه لما ترخص مع الوقت لما بتنتشر الطاقه الاندماجيه اللي بنتكلم عليها النظيفه الجميله العظيمه مش موجوده. مفيش ولا مفاعل. ده العالم كله بالاشتراك مع اليابان بيحاولوا يعملوا واحد في اوروبا ولسه لم ينجحوا لغايه دلوقتي. يبقى بلاش بقى مصر الغلابه يقولوا
هننافس امريكا. يا جماعه ده كلام فارغ، ده بيضحكوا علينا. اللي بيكتبوا كده احنا ننافس امريكا، ننافس امريكا ليه؟ اولا ما نقدرش ننافسهم، وننافسهم ليه؟ خليهم هم يعملوا واحنا ناخد. خلينا نعمل الحاجه اللي نقدر عليها. يعني الكلمه اللي حضرتك يعني لحد امتى هيفضلوا هم يعملوا واحنا ناخد؟ لحد مده طويله. منتجين إجابة ونحن مستهلكين. أيوة. متى بلاش العنتريه. اجمل حاجه اتعلمتها في السعوديه الواقعيه. يعني طبعا بلاش العنتريه. طب الواقع بيقول بلاش إن إحنا يضحكوا على عقول الناس بكلام بكش في بكش. الواقع يا فندم بيقول ان احنا عندنا من العلماء ومن العقول كلهم بيشتغلوا في امريكا. كلهم بيشتغلوا في امريكا، ما تقدرش. حضرتك انا بكلم، شوف الدوله الوحيده اللي ابتدت خطوات متواضعه مرسومه. انا لما كنت صغير كنت اقول للدكتور صالح عايزين نعمل ابحاث مش عارف فين وابحاث فين. يا محمد في حاجه اسمها اوليات البحث العلمي بالنسبه حتى للسعوديه، اللي هي من ناحيه السيوله الماليه حاجه ضخمه جدا. مفيش ولا امريكا تقدر. الامريكا بيكون عندها مشاكل تروح تترجى السعوديه يسلفوهم. شوف العقل السعودي، شوف التواضع السعودي، شوف عدم تسلط من ليس لهم فهم خالص عن طريق الميديا، عن طريق الاعلام على العقول السعوديه. قرار الحكومه السعوديه بيجي قرار علمي بحق وحقيقي، مش لارضاء الناس وطبل ومزيكا. عشان كده من ايام بقى ما رحت السعوديه في السبعينات من القرن الماضي، انا كنت بقى فرحان جدا اسيب السعوديه بقى اروح اخد اجازتي. طبعا هم باعتيني اجازه في لندن بقى فرحان سايب السعوديه وراح. النهارده بقى في القرن اللي احنا فيه ده سنه كام احنا؟ انا نسيت 2013. انا بقضي اجازاتي في السعوديه، بتمنى ان اروح اتدي في السعوديه. التواضع والعقل والواقعيه هي اللي توصلك. العنطريه والكلام البعبعه اللي انا بسمعه هو ده اللي اخرنا وبيأخرنا وهيفضل اخرنا. طب احنا على مقدره ان احنا نعمل طاقه نوويه. لما حد يقول لك هنعمل الوقود زي البرازيل، البرازيل المطره ما بتبطلش فيها. لما تعمل انت وقود من نباتي متجدد في البرازيل ده الميه اغلى. الناس اللي هي بتنسى بس اصل ذاكره الصحافه عايزه تفرقع، ما تاخذنيش، وكمان التلفزيون ساعات يفرقعوا كده حاجات ويقلبوا الدنيا على ما فيش. لما تبقى نصيبه، لما تبقى حكومات تتاثر بالكلام ده الحكومات لازم تفضل تسيب الناس يتكلموا زي ما عايزين ويتخذوا القرار الصح. حروب المياه سمعت عليها؟ طبعا. الحروب القادمه مش بتقول عشان المياه. فانت عايز انت وقود تاخده بانك تزرع في الوقت ده ومصر، ولا فاكرين ان بس تقعد في الشمس كده الله الشمس حلوه ناخد منها؟ دي ببلاش في مصر. اولا هي ببلاش في مصر، ده هي الضوء مش الشمس، دي طاقه حراريه. انت بتتكلم على طاقه ضوئيه. الطاقه الضوئيه في جنوب فرنسا زي مصر. مصر مش احسن. وبعدين هم بيقعدوا في الصحراء كده وياخدوا منها كهرباء وطاقه. لا طبعا في سخانات وفي مش سخانات، وبعدين مرايات وسيلز وغالي جدا وتنظيفها وصيانتها. ليس هناك طاقه حقيقيه البلد زي مصر الا طاقه البترول، طاقه الغاز، دول رخاص. وعندنا احنا جميل جدا طاقه بقى اللي محتاجين لها. وبقالنا 30 سنه من بعبعه الناس اللي ما تفهمش في حاجه، احترامي لهم جميعا، ما يفهموش حاجه ويبعبعوا. بقالنا دلوقتي فوق 35 سنه محتاجين لطاقه نوويه. يعني جزء من الامور اللي كانت بتحول دون تحقيق هذا المشروع، يعني كان بيرجعوا البعض في كتير الى فساد النظام السياسي، انه في ناس مش عندها الرغبه ان احنا ندخل هذا العالم المتطور، وبيتم يعني التعامل معهم جراء فسادهم طبعا في عدم اتخاذ هذا القرار. ايضا كان هناك صراع على موقع الضبع. ايضا كان في صراع ما بين بعض رجال الاعمال او المستثمرين اللي لهم مشروعات سياحيه، وشايفين انه مشروع نووي في هذه المنطقه يمكن ان يضر بمصالحهم ومش عايزينه في هذه المنطقه. النهارده اعتقد ان احنا تخلصنا من امور كتيره جدا، وحتى على المستوى السياسي والسياسه الدوليه. النهارده وزير الخارجيه بيصف العلاقات ما بين مصر واي دوله في العالم بانها علاقات نديه، وانه مصر يمكنها ان تتخذ قرارها باستقلاليه تامه بعيدا عن اي يعني امور. مع هذه الاستقلاليه ومع الواقعيه اللي حضرتك بتطالب بيها، ارض الواقع بتقول ان احنا عندنا عقول وعندنا علماء وعندنا الاراده ايضا.
المشوار بقى قريب ولا لسه بعيد عننا ان احنا يبقى عندنا هذا المشروع؟ لا انا هاخد منك الامان ان اقول رايي بمنتهى الصراحه. اولا لازم اكرر عشان بس الراي ما يفهمش، اهو بكرر وهكرر. لا يمكن اصف انا ابن الضابط اللي رباني وعلمني وضربني عشان اتربى، واحد ضابط اسمه صلاح النشائي لواء في الجيش. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. وكان بينده لي يا واد يا محمد وانا استاذ في جامعه كامبريدج، وهو بيقول لي يا واد يا محمد تعالى اقول له حاضر يا بابا. ارجع انا حبي للجيش وللقياده الجيش وحبي للفريق عبد الفتاح السيسي الشخصي بقى لدرجه يعني ما عندوش اي فرصه انه يرفض رئاسه الجمهوريه. هعمل بلاغ للنائب العام لاجباره عشان يبقى رئيس جمهوريه. في فصراحه اكتر من كده انت قلت لي اقدر اتكلم زي ما انا عايز، انا بتكلم عن نفسي. هذا رايك هذا رايي انا حر فيه، انا عارف. ايوه مش راي الMBC، انا متاكد من كده. انا متاكد من كده. لكن القرارات اللي بتتخذ في الحاجات التانية لا لخبطه، باستثناء الجيش وعبد الفتاح السيسي. الكلام اللي بيحصل في القرارات العلميه عك بمنتهى البساطه. انا اهم حاجه ان الاراده تيجي. فانت عندك مستشارين مش عارف عينوهم ازاي في العصر اللي احنا فيه ده. على سبيل المثال عصام حجي، ده جابوه منين ده؟ المستشار العلمي مش مستشار، لا هو مستشار علمي السيد رئيس الجمهوريه. لا. انا سياده رئيس الجمهوريه جزمته فوق راسي، لكن اختاروه على اي اساس؟ ما هو ده العك، ما هو ده اللخبطه، ما هو ده ما اتكلمش هو في الكلام ده اتكلم في اللي هو ما يفهمش فيه، لان هو راجل تخصصه الفلك. الفلك يعني عد النجوم، لكن ما يقوليش عن الطاقه. وهو الحقيقه ما قالش ازاي في الدوله. انا هدي لك الاتش اندكس بتاعت كل علماء مصر ومش هتكلم عنها عشان ما ازعلش حد، لكن هسيبها لك بما فيها الوزراء والغير الوزراء والعلماء المشهورين وغير المشهورين. والرجل السياسي في اي دوله متقدمه ما يفهمش في العلم. انا بتكلم مثلا في تغيير نظريات اينشتاين، ما فيش ولا واحد في العالم العربي يقدر يكلمني في هذا الموضوع. يعني انا اغني زي ما انا عايز زي ابو لمعه مثلا، ما حدش فاهم انا بقول ايه. الحاجه اللي بتخوفني ان انا لازم اقول لكم ابحاثي لا قيمه لها لمصر، ابحاثي لا يمكن هيكون لها قيمه في مصر، ابحاثي تجيب لكم يعني الشرف والعظمه. ما احنا كان عندنا الشرف ان الانجليز قعدوا ضيوف علينا 70 سنه، ده هي ما ترجعهم. انا مش محتاج لشرف، انا مش محتاج لمحمد النشائي ولا محتاج لجوائز نوبل، انا محتاج لعمل يعود على الاقتصاد المصري بالفائده. المستشارين بقى هي اول خطوه. لما تاخد مستشار لرئيس الجمهوريه غلط 100% ومستواه العلمي متدني، وهو جاي من امريكا متدني عن علمائنا الموجودين، مثلا الدكتور اهو شوف احمد فؤاد باشا بيقول ايه في الاهرام النهارده الصبح. ده استاذي، هو اكبر مني كل حكايه بسنه. الدكتور محمد البرعي رئيسي في قسم الطبيعه. هل سياده رئيس جمهوريه وهو اقدره واحبه وفرحان بوجوده، هل سال البرعي ولا سال اعلامي؟ مش هقول اسمه بس عشان ما ازعجكوش عشان تبقى عندكم اشكال، لكن انا عارف الاعلامي اللي وصل. لما اعلامي هو اللي يعين مستشار رئيس الجمهوريه في العلم، دي تبقى مصيبه كبرى ما حصلتش قبل كده. يعني دكتور مرسي اللي انا لا اعتقد انه يستحق ان كان يكون رئيس جمهوريه مصر، بس كان بيسالني عن طريق دلوقتي ما عادش حد بيسالنا حتى، باستثناء السيد الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي يصل حبي له الى حد لا يوصف، وباستثناء الجيش اللي انا اثق فيه اكتر من نفسي. يعني شوف بعد كل الكلام اللي تقول لك ده، لو الجيش قال انا غلط يبقى انا غلط. طيب حضرتك قلت انك يعني عايز تكون وزير البحث العلمي لمده 24 ساعه 24 ساعه عشان صديقي الدكتور رئيس جامعه النيل وزير البحث العلمي. هتحل المشكله دي ازاي؟ الدكتور هو اسمه ايه؟ حضرتك قدام عيسى، الدكتور عيسى. دقيقتين هتكون وزير البحث العلمي. دقيقتين انا حلها في دقيقتين. هتحلها ازاي بقى؟ دي جامعه الدوله وغلط من جامعه النيل انها ترفع قضيه وتدي للجامعه الوهميه بتاعه الزويلي اللي لا لها لزوم ولا هي موجوده اساسا، تدي لها فرصه ان تدخل وتعمل من الحبه قبه، لان هو الاعلام اللي هو ينقذ الدوله وهو اللي يهد الدوله. لما تكون دوله دخلت على الديمقراطيه
بالرجل الغلط زي ما احنا عملنا. انا مصري الى النخاع، ولكني اؤمن ان الدول اللي انا اتعلمت انها دول رجعيه زمان هي اللي تقدمت. السعوديه، الكويت كان بيقول عليها دول رجعيه، يا حبذا يجيبوا لنا شويه رجعيه في مصر زي السعوديه وزي الكويت. الدول التقدميه دي سوريا ومصر، وشوف المشاكل المعموله. الحمد لله في ناس ابتدوا يفهموا الطريقه العلميه لمعالجه، وليست الطريقه البعبعه وطريقه الاعلام الكاذب اللي هو الحقيقه الصناعه الوحيده اللي كسبانه يعني في مصر النهارده هي الاعلام. بنحاول ان احنا نكون يعني صادقين وان نفسح المجال لكل الاراء. ممكن اقدم بس تحيه دلوقتي للمملكه العربيه السعوديه، يعني التحيه للمملكه العربيه السعوديه وللجيش المصري ولعبد الفتاح السيسي. طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا الدكتور مهندس محمد صلاح النشائي، عالم النانو تكنولوجي والطاقه الذريه. صلاح الدين شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. الى هنا نكون وصلنا الى نهايه التغطيه الاخباريه. اشكركم واترككم في امان الله، الى اللقاء.